عشان يخف التعلق، عشان تتخطي، عشان تقدري تكملي حياتك. شوفي النعم الثانية الموجودة عندك، احمد الله عز وجل عليها. اهتمي بنفسك، صلاتكم يا بنات، الصلاة، ذكر الله. افهمي واستوعبي واقتنعي ان اللي أصابش من الله عز وجل قدر من أقدار الله. الشيء اللي انت تمر فيه قدر من أقدار الله. كل شيء بحياتنا قدر من أقدار الله، كل شيء بحياتنا مكتوب من ربي. طب مين الله عز وجل؟ الله الرحمن الرحيم الوهاب، الله عز وجل اللي أعطاش كل هذه النعم، الله عز وجل اللي بيدها الخير كله، الله عز وجل اللي قادر على رفع البلاء عنك، الله عز وجل اللي قادر يخليش من أسعد خلقه، الله عز وجل اللي أرحم فيش من أمك. سبحان الله. أنت لما تعرفين أقداري كلها من ربي الرحمن الرحيم، لما تعرفين كل قدر أنت تمر فيه هو من الله عز وجل، ورب الخير لا يأتي إلا بخير. مهما كان القدر يوجعك تقولي فيه خير بهذا القدر، بس أنا ما أعرف وين خير هذا، بالدنيا بالآخرة فيه خير. ردي كل أمورك لله. الشيء الثاني اللي تنخذل من شخص، أو مثلا اللي كاتبة أن الأطباء قالوا أن أبوها تعبان وكذا، الكلام اللي أنت تنتظري تسمعيه، الحاجة اللي أنت تنتظريها، الشيء اللي أنت تبغيه ما راح يصير إلا من ربي، ما راح يجيش إلا بإذن من الله عز وجل. الشخص اللي خذلش ترى لو مهما حاول إنه ما يخذلش، ربي كاتب لش هذا الشيء اللي أنت تمر فيه غصبا عنه بيحصل هذا الأمر. الشخص اللي تركش لو إنه ما يبغى يتركش، ربي كاتب إنه يتركش، والله العظيم بيتركش. ويا ما يصير يعني يكون الشخص ما يبغى يترك هذه الإنسانة، والإنسانة مثلا ما تبغى طلاق أو إيش ما يكون، يعني لا هو يبغى ولا هي تبغى، بس يحصل غصب كذا، يصير الأمر تمشي فيه غصبا عنك، تلقي نفسك جالسة تمشي فيه بدون ما تدري كيف يا ربي صار، كيف حصل، كيف صار هذا الموضوع، ما تدري. المرض اللي أنت مثلا تعاني منه مهما حاولتي تمنعيه، تلقي نفسك سويتي كل أسباب الحيطة والحذر، واخذتي المدري إيش وسويتي كل شيء قالوه، بس وقعتي بهذا المرض، صار هذا المرض لأن ربي كاتبه، ربي كاتب إنش أنت تمري بهذا الشيء. فأول شيء تحمدي الله عز وجل، احمدي الله، اللهم لك الحمد لك الشكر. أقسم بمن أحل القسم إن الله عز وجل إذا شاف بقلبش الرضا على أقداره إنه بيرضيش، ولو ما رفع البلاء تلقي نفسك راضية ومبسوطة بحياتك، وتلقي نفسك حياتك كذا حلوة، تتعايشي مع الابتلاء كأنه مش موجود. لما ترضي على أقدار الله تحسي الابتلاء يخف، رغم إنش لسه موجود، الابتلاء موجود ما رفع، بس تلقي نفسك كأنش ما أنت مبتلية، الناس تشوفك كأنش من أسعد خلقه، كأنش ما تمري بأي حاجة. فمهم إني أقابل أقدار الله برضا بحمد، اللهم لك الحمد لك الشكر يا رب، لك الحمد لك الشكر. ارضي. البداية تكون صعب الحمد لله، لما تقوليها صعبة تحس إنك تقوليها بس بلسانك، لكن مع الوقت لما تكثري من الحمد تبدأي سبحان الله تطلع الحمد من داخل قلبك، تبدأي تحس الحمد حقيقي يطلع من قلبك. الابتلاء يرفع بأمر الله عز وجل، الابتلاء اللي أنت تمر فيه يرفع بأمر من الله عز وجل. طب إيش أسوي؟ ارضي بأقدار الله، الله عز وجل يختبر رضاش، الله عز وجل يختبر صبرش. الصح إني أدعي أكمل حياتي وألتفت على النعمة الثانية. لا تشغلي نفسك بالابتلاء، كل ما انشغلتي بالابتلاء كل ما عظم الابتلاء، كل ما جلستي تناظر الابتلاء وتناظر المصيبة اللي انت تمر فيها كل ما عظمت في عينك. لكن الصح عظمي الله عز وجل، عظمي ربي عظيم، ربي كبير ومتعال، ربي رحمن رحيم، ربي قادر قدير مقتدر. فلا تعظمي الابتلاء، لا تعطي المصيبة حجم كبير لأنها تكبر، لكن سبحان الله لما تعطيها لحظتها ازعلي انهاري ابكي، هذا طبيعي. وكذاب اللي يقول لما يمر بابتلاء ولا يمر بمصيبة إنه قوي وما يبكي، لا تبكي صح، نبكي كلنا، نحزن نحس بمشاعر، نحس بعصرة قلب، هذا طبيعي أصلا. ليش أجر الصبر عظيم؟ لأنه موجع، أنت تصبري على أشياء صعبة، عشان كذا أجر الصبر عظيم. الله عز وجل يختبر هذا الصبر، هل أنت بتصبري الصبر الجميل؟ هل أنت بتصبري الصبر اللي ما فيه سخط؟ هل أنت بتصبري الصبر اللي كله رضا، ولا ما راح تصبري؟ الله يختبرك. مش كل من قال صابر، مش كل من قال أنا صابر معناته أنه صابر، في صبر كله سخط، في صبر بعدم رضا، في صبر بكلام بجزع. الله عز وجل يختبر رضا العبد، الله عز وجل يختبر توحيد العبد. هل أنت بتردي الأمر للدكتور وبتردي الأمر للبشر وتقولي خطأ طبي وبتقولي واحد صدم واحد مدري إيش هو أصلا سوى، ولا بتقولي أمر الله؟ الله عز وجل يختبر حتى أنت إيش بتقولي، هل بتردي الأمر لله عز وجل رب الأمر ولا بترديه للخلق؟ ما أصابني لم يكن ليخطئني، الشيء اللي أصابش من الله عز وجل، الشيء اللي أنت تمري فيه قدر من أقدار الله. لو اجتمعوا كل من في السماوات والأرض عشان